متجوزاه عن قصة حب وبيننا أولاد والدنيا بيننا كويسة وإحنا من الأرياف وجينا عشنا في القاهرة وشغالين مع بعض. جت أختي طبعا الصغيرة أصغر مني بكتير دخلت الجامعة، فطبعا دخلت الجامعة في القاهرة، فبابا رفض إن هي تقعد في بيت جامعات، فجت قعدت عندي وكانت مطيعة جدا وكويسة جدا، وأنا كنت بشتغل وبسيب البيت في مسؤوليتها طول النهار، لحد ما فوجئت حسيت إن في بينها وبين جوزي نظرات غريبة. فطبعا الشكوك بدأت تدخل قلبي، فحبيت اصارحه على طول، وكنت متأكدة ان هو يقول لي مفيش حاجة، دي صغيرة، دي كانت صغيرة جدا لما اتجوزنا. ففوجئت ان هو بيقول لي ايوه انا بحبها، وانا اعتقد ان اختي كمان بتحبني. طبعا فوجئت من الموضوع ده ورحت اكلم اختي عشان اشوف الموضوع ايه، لقيتها هي كمان بتقول لي انا بحبه جدا، ويعني اعتمدت عليه في كل حاجة وما اقدرش استغنى عنه. طبعا فوجئت ان جوزي طلب مني ان هو يطلقني. طبعا كل ده مفاجأة بالنسبة لي جدا، ولقيت المأذون بيكلمني وبيقول لي ان زوجك طلقك غيابي ومن حوالي اسبوع، ورجعت البيت من الشغل لقيته واخد كل هدومه ومشي. طبعا اهلي هو راح يتقدم لاهلي لاختي طبعا ببجاحة جدا. طبعا ابويا وامي رفضوا الموضوع نهائي وقطعوها وقالوا لها لو عملتي كده فاختك مش هنعرفك تاني. طبعا هي ما سمعتش الكلام وراحت اتجوزته، وهو طبعا طلقني. انا طبعا كرست كل حياتي لاولادي وخلاص قلت هعدي المرحله دي، وانا مدرسه اصلا في مدرسه، وقلت هعدي المرحله دي وهربي اولادي واربيهم احسن تربيه. وقعدنا انا وهم في البيت، قعدنا سنتين ما نعرفش عنهم اي حاجه، لحد ما فوجئت ان هو فات عليا مره في المدرسه وقال لي انا مش قادر استغنى عنك، انا عديت بتجربه مع اختك سيئه جدا، واختك ما تنفعش ان هي تكون زوجه، وانا هطلقها وهرجع لك تاني، ويا ريت نرجع لبعض ونملى الشمل تاني. طبعا انا مش عارفه اعمل ايه، انصحوني انا ارجع له تاني، واختي ملهاش حد بعد ما بابا وماما قطعوها، ملهاش حد ان هي تقعد معاه لو طلقها. وده طبعا مهما عملت فيها دي اختي الصغيره ما اقدرش ابدا ان انا اضرها. وكمان انا مش عارفه ارجع له تاني ولا لا بعد ما استقريت بحياتي وقدرنا انا واولادي نعتمد على نفسنا في كل حاجه. يا جماعه يا ريت تقولوا لي الحل ايه، ارجع له تاني ولا اعمل ايه بالظبط؟ متشكره قوي، يا ريت كلكم تقولوا لي في التعليقات هل انا ارجع له تاني ويطلق اختي ولا افضل على وضعي زي ما انا. شكرا لكم.